كده السويتش جارد معايا اشتغل بمجرد ما رفعت المفتاح اللي هو موجود. طيب هو مستسلم على 4 ثواني. تمام. دخول الكهرباء عندي الشاشه ديجيتال اللي فوق دي بتكون الفولت اللي داخل من العداد. تمام. وعندي الشاشه اللي تحت ده الامبير اللي مسحوب. يعني انا دلوقتي لو شغلت كهرباء هتلاقي الامبير ده الزيرو ده رفع معاك، بيعرفك انت ساحب كام امبير. طبعا عندنا هنا السيتنج بتاعه علشان لو هتظبط فيه اعدادات ولا حاجه. طيب نرفع كده. بسم الله. طيب نختبر الايرث ليكج. عشان تختبر الايرث ليكج اول حاجه بيجي معاه مفتاح تيست زي كده. تمام. تاني حاجه تجيب كوبري سلك. يا ابني ارميها بس كده، بس كده سيبها يا حبيبي، بس ارميها كده وسيبها. بص طرف الارث ده انا راميه هناك اهو عند المسطرين شويه رمل كده، رميت عليهم كوبايه ميه خلاص كده بحيث ان هي تديك ارض وخلاص. طبعا علشان تختبر بيها ترفع كده. دي تاني طريقه. يبقى اول طريقه معانا اللي هو التيست بتاعه. تمام. وتاني طريقه اللي هو لو اي ارض غريب اي جسم يعني. تمام. انت مسكت الكهرباء مثلا حصل ماس في جسم بوتاجاز غساله. تمام. يفصل. بس لازم يكون وجود طرف ارث في المطبخ والحمام علشان يساعدوا على الفصل بسرعه، ودي حاجه رئيسيه فيه. كده تمام. طبعا دي بعد التعديل صورتها عندك. قبل التعديل اللوحه كان شكلها عامل ازاي. عندنا بره الارضي المفاتيح بتاعتنا لوحه 18 خط، سويتش جارد، ارث ليكج. حاولت على قد ما اقدر بصراحه ان انا اطلعها بالنتيجه دي.